بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يعود علينا دايما بالخير يا رب، علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. هنعمل مع بعض النهاردة زبادي للسحور. طبعا رمضان في سحور يعني زبادي. هنعمله مع بعض احلى من احلى محل ممكن تاكليه فيه. انا مش هقول اسم محلات، بس احلى من احلى محل ممكن تاكليه فيه. ومن 2 كيلو لبن وكوبايتين زبادي عملت 18 كوبايه زبادي. شوف انت بقى التوفير قد ايه، اكتر من 40 جنيه توفير. اللبن الكيلو عندي ب20 جنيه، في اماكن كمان بيتباع اغلى من كده. كوبايه الزبادي ب5 جنيه، وفي اماكن بيتباع كمان اغلى من كده. ودي كده بعد ما طلع من التلاجة. بصي عامل ازاي؟ ايه رأيك فيه بقى؟ ولا طعمه تحفة تحفة، مش قادرة اقولك على طعمه ايه. بصي قوامه، شايفة القوام؟ بصي ايه رأيك؟ بس لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا سبسكرايب لايك شير عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن، وتعالي علشان اقولك عملناه ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. دول 2 كيلو لبن غليتهم. بصي الدخان طالع منهم ازاي، استحالة اعمل بيهم الزبادي كده. لو اللبن سخن قوي هيموت لك الخميرة، ولو بارد قوي مش هيشغل الخميرة. لازم اللبن يكون سخن بس لدرجة ايدي تستحمله. كده هسيبه يهدى وارجع لك. كده هدي اهو، بصي مفيش دخان طالع ازاي. اللبن هدي شوية بس ما بردش، بحيث ان انا احط صباعي كده مستحملاه بالعافية. لا هو سخن قوي مش مستحملاه، ولا هو بارد خالص، عشان يشغل الخميرة صح. في الوقت ده هبدأ أعمل الزبادي. الفرن بتاعي بولعه، بشغل الفرن بتاعي واسيبه يسخن. ولازم اللبن زي ما قلت لك يبقى بين البنين، ولا هو سخن قوي ولا هو بارد خالص. كده أنا جايبة الخلاط بتاعي. أنا الخلاط بتاعي بياخد لتر واحد لتر واحد لبن، فأنا هحط لتر واحد في الخلاط، وهحط عليه مكونات بتاعتي كلها. هحط عليه كوبايتين الزبادي. كيلو اللبن بياخد كوباية زبادي. أنا هعمل 2 كيلو لبن، فهحط كوبايتين الزبادي على الكيلو الواحد اللي أنا حطيته في الشفشق. لو شفشق الخلاط بتاعك بياخد كمية بتاعتك كلها تمام، حطي كله على بعضه واعملي. أنا شفشق الخلاط بتاعي بياخد كيلو واحد، فأنا هحط كيلو واحد وهحط عليه المكونات كلها. بدل ما أعمل جزء لا، أنا هحط المكونات كلها على كيلو اللبن اللي أنا حطيته في الشفشق. يبقى أنا كده حطيت كوبايتين الزبادي. أنا بعيد معاكي الكلام علشان تفتكري كويس. كوباية الزبادي على كيلو اللبن. حطيت كوبايتين الزبادي على 2 كيلو لبن، وهضرب كده الخلاط بتاعي. الخطوة اللي جاية دي بقى اختياري، حابة تعمليها اعمليها، مش حابة بلاش. ده لبن بودر كامل الدسم. كل كيلو بياخد معلقة كبيرة مليانة لبن بودر كامل الدسم. مش حباه ما تحطيهوش، براحتك، بس هيوديلك طعم الزبادي في حتة تانية خالص. وهنضربه تاني في الخلاط. ادي اللبن اللي انا ما حطيتوش في الخلاط. هجيب الخلطة بقى كلها اللي انا عملتها في الخلاط واحطها على اللبن ده، وأقلبه كويس قوي علشان كل ده يختلط ببعضه. بدل ما احطه مرة ورا مرة، لا، أنا عملت كيلو اللبن حطيت عليه المكونات كلها وضربته كويس، صبيته على الكيلو اللي أنا ما حطيتوش في الخلاط وقلبت كل مع بعضه، اتعمل معايا. لو عايزة تعملي 10 كيلو لبن اعمليهم بالطريقة دي، هيتعملوا كلهم معاكي. ده الوش اللي فوق اللبن اللي انت شايفاه ده، الرغاوي دي، هي دي الوش القشطه اللي بيبقى على كوبايه الزبادي. هو ده نجاح الزبادي معاكي.
هنا بقى هغرف الزبادي بتاعي، عايزه تحطيه في كوبايات، عايزه تحطيه في فخاره، عايزه تحطيه في سلطانيه، راحتك. عايزه تجيبي كوبايات بلاستيك بتاعت الزبادي وتحطي فيها، براحتك، دي بتاعتك انت. بس طبعا ما اقولكوش زبادي الفخاره حاجه تانية، بنتخانق عليه هنا، عشان انا بحط في كوبايات وبحط في فخارات، بيتخانقوا هنا هو على الفخاره. بصي طلع لي كام كوبايه، طلع لي 18 كوبايه زبادي. ايه رايك؟ من 2 كيلو لبن. كده انا هحطه بقى كده في الفرن، هطفي الفرن بتاعي واحط الزبادي وبيته ليله كامله في الفرن، يا من بالليل للصبح يا من الصبح بالليل، يا اما ليله كامله يا اما نهار كامل، بس الفرن ما يتفتحش عليهم طول ما الزبادي في الفرن. كده انا طلعته من الفرن. بصي عامل ازاي، لسه كده كمان ما حطيتوش في التلاجة، كده بس انا طلعته من الفرن. ايه رأيك؟ بصي هنحطه بقى كده في التلاجة، ممكن يتحط في التلاجة قيمة ساعتين، تمام، وهيطلع زي الفل بعد كده، ما فيهوش حاجة. احنا بس بنحطه من الفرن للتلاجة على طول، دي عملية بسطرة علشان البكتيريا اللي احنا نميناها بالخميرة اللي عملناها في الزبادي نموتها بالتلاجة، بس مش اكتر من كده. فهي قيمة ساعتين في التلاجة تمام قوي وحلو خالص. ايه رأيك؟ ايه رأيك في الكمية دي؟ وايه رأيك في التوفير ده؟ اكتر من 40 جنيه توفير. دي كده بعد ما طلعتها من التلاجة. بصي كوباية الزبادي بتاعتي بعد ما طلعت من التلاجة، ايه رأيك؟ وهوريك قوامها كمان. بصي وما اقولكيش على طعمها، تحفة. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا سبسكرايب لايك شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.